خالد بيخاف يتكلم مع ناس جديدة وبيخاف يتكلم قدام جمهور، وخالد دايما بيحس إن الناس عارفين هما بيعملوا إيه وهو لأ، وحاسس إن قيمته كشخص أقل من الناس اللي حواليه، وبيقلق من إنه يعمل أبسط التفاعلات الاجتماعية خوفا من حكم الناس عليه، وخوفه ده بيضيعله فرص كتير في حياته. للأسف خالد بيعاني من الرهاب الاجتماعي، والرهاب الاجتماعي اللي عند خالد له 3 أسباب. أول سبب هو إن خالد ورثه من جده اللي كان عنده رهاب اجتماعي برضه. تاني سبب هو نشاط زايد في منطقة اللوزة في الدماغ، وهي دي اللي بتسبب الخوف الزيادة في المواقف الاجتماعية. والسبب التالت وهو العوامل النفسية، وده أكبر مسبب للرهاب الاجتماعي عند أغلب الناس. والعوامل النفسية دي ليها أشكال كتير، ممكن تكون تجارب سلبية حصلت في الماضي زي التنمر أو النبذ أو الإهانة، وممكن تكون بسبب مشاكل عائلية، أو ممكن يكون السبب إنه قلقان من حاجة فيه بتجذب الانتباه زي تشوه أو إعاقة. بس أكتر عامل مسبب للرهاب الاجتماعي عند خالد وعند أغلب الناس هو القلق من حكم الناس عليه. بيكون فاكر إن كله مركز معاه وهيحكموا على كل تصرف هيتصرفه، وده بيرجع لإنه بيدي الناس قيمة أكبر من قيمتهم الحقيقية، وشايف إن الناس التانيين عارفين أكتر منه ودايما بيتصرفوا صح وهو الوحيد اللي بيتصرف غلط. فبالتالي هو غصب عنه بيشوف إن حكمهم عليه لازم يكون إيجابي ونقدهم دايما صح، وده غلط جدا. والحل بكل بساطة يا خالد إنك أنت تشوف دكتور هيكتب لك على أدوية تمشي عليها. ده الحل السهل والمريح. هو ممكن يخليك مدمن للدواء ده ما تقدرش تعيش حياة طبيعية من غيره، هتفرتك فلوسك عليه، هو حل مش طبيعي. بس هو الحل المريح مش كده؟ لو انت مقتنع بالكلام ده ما تكملش الفيديو بجد، ولا تشترك في القناة، امشي. ولو انت مش مقتنع بيه فتعالى اكملك الكلام. فانت لازم تسترجل وتواجه المشاكل بجد، مش تعتمد على مجرد برشام، حاجة يعني أبعد ما تكون عن الطبيعي. حل المشكلة فعلا بإنك أنت تتخلص من السبب بتاعها. السبب في الرهاب الاجتماعي هي التكنولوجيا والحاجات دي كلها، الحداثة عموما يعني. فأنت كل ما تبعد عن الحداثة والتكنولوجيا وكده هتلاقي إن مش بس الرهاب الاجتماعي راح، هتلاقي إن تقريبا كل الأمراض النفسية اللي عندك هتروح. فعليا الأسباب اللي قلتها في الأول دي مش هتفرق معاك في حاجة ومش هتفيدك في حاجة. المهم إنك أنت تواجه المشكلة دي دلوقتي. عندك رهاب اجتماعي، حط نفسك في مواقف غصب عنك بتغصبك انك انت لازم تكون فيها اجتماعي، سواء تعمل برزنتيشن او تكلم ناس جديدة. ده اللي هيحل لك المشكلة دي فعلا، مش تقول لي ادوية او دعم نفسي او اي حاجة من الحاجات العبيطة جدا دي. وانك برضه تكون فاهم ان اللي قدامك ده بشر برضه من طين زيك، مش احسن منك في حاجة. فهو مش في المكان اللي يحاسبك على اي حاجة انت بتعملها. طول ما انت ما بتعملش حاجة حرام، طول ما انت مش بتأذي حد، فخلاص مش مهم اي حد هيقول ايه ولا هيحكم عليك ازاي ولا هيفتكر عنك ايه. كل الكلام ده ملوش اي قيمه. انت مدي قيمه لمخلوق من طين ليه اصلا؟ يعني اللي هو ده ولا حاجه، الطينه دي احنا بندوس عليها كل يوم في الشارع، فاللي هو مش هو ده المخلوق اللي تديله قيمه. وحاجه كمان، هو فعليا كل الناس مش عارفين يعملوا ايه. كله ضايع، كله حالته حاله. وحتى لو لقيت حد بيعرف يتصرف صح في المواقف الاجتماعيه، ده بيكون عشان هو غلط قبل كده واتعلم من غلطاته دي، مهاراته الاجتماعيه اتطورت. ولو انت كمان يا خالد عايز تطور مهاراتك الاجتماعيه، اشترك على القناه عشان اساعدك في ده في الفيديوهات الجايه. في رعايه الله يا خالد.